أهلا بكم أعزائي المشاهدين. بعد الفاصل كنا توقفنا قبل الفاصل عند حروب القرن العشرين والصراع المسلح والحروب التقليدية وحروب الأجيال الحديثة من الرابع إلى الخامس إلى السادس، ولكن يذكرني هنا أن أذكر نفسي وأذكركم بأن عندما قال عبد الناصر ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة إلا بغير القوة، وما قاله الرئيس أنور السادات اليوم يمكن لكم أن تأمنوا فقد أصبح لكم درع وسيف، وكما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أقسم بالله اللي هيقرب منها لشيله من على وش الدنيا. وأنا هنا طبعا لم أسقط الرئيس مبارك، لكنه لم يحارب ولم يكن له في هذا المجال ما يذكر. يعني سيادة اللواء الدكتور رمضان، بقدر ما سعدنا وشرفنا بحضورك اليوم، بقدر ما أمتعتنا من هذه المعلومات الفريدة والتي نعتبرها حصرية لبرنامج أسرار وقناة ABC. ولكن أود أن أنهي الحلقة بسؤال. تفضل. ما تشهده الآن سيناء من تهديدات واضحة وصريحة، وفي ظل ما يحدث من قتل وتدمير وتلغيم لمدرعات جيش وشرطة، متى يمكن أن نحدد أن نقول ستتم في هذا التوقيت التنمية؟ متى ستتم في ظل كل هذه التهديدات؟ وهل هناك فكر جديد يمكن أن نتحدث عنه لتنمية سيناء معتمد على المنظور الأمني أو الاستراتيجي أو الفكر المتطور والحديث؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. التنمية في سيناء لابد أن تتم بطريقة غير تقليدية. زي ما احنا قلنا الاستراتيجية التقليدية فشلت في حروب القرن العشرين، طلع بعد كده الاستراتيجية الحديثة المعاصرة التي تعتمد على قوى الدولة الشاملة. فالتنمية في سيناء لها وضع خاص، هي منطقة حدودية عبارة عن صندوق فارغ من الرمال، فارغ مملوء فقط بالرمال، وهذا الصندوق الفارغ من السكان يتواجد به خلايا أو بؤر إرهابية من عام 2012 و2013، ودول انتشروا في مربع أو مستطيل في الشمال الشرقي لسيناء اتجاه رفح. من رفح إلى العريش ينزل لغاية ورفح، وبعدين الشيخ زويد، وبعدين العريش، وبعدين ينزل جنوبا لغاية علامة كيلو 161، وبعدين يخش شرقا لغاية قطاع غزة. يخش شرقا لغاية الحدود الدولية. فهذا المربع أو المستطيل تم نزوح عناصر كثيرة جدا من الجانب الحمساوي أو جانب حماس، واستقروا في هذه المنطقة، وحصل لهم عملية تزاوج ما بين أهالي العريش، فبالتالي بقوا منتشرين جدا في هذه المنطقة. تمت المصاهرة. وبالتالي بقوا أهل. أيا كان اللي خارج على القانون بقوا أهل وعشيرة. أهل وعشيرته. أيوة. أهل وعشيرته اللي خارج على القانون يتحاسب. ولكن التنمية في سيناء لا تتم بطريقة نمطية. زي ما أنا قلت في الأول من هذه الحلقة، قلت التنمية في سيناء تتم باستناد على خطوط دفاعية. فبالتالي بدل ما هي موجودة محافظة الشمال ومحافظة الجنوب، هنحول هذا الكلام إلى 3 محافظات طولية. محافظة شرقية هتبقى على الخريطة اهي من رفح للعريش، وهتنزل تحت لغاية شرم الشيخ.
ده الحد اللي هو الغرب، بعدين الحد الشرقي هو حد الحدود الدولية، وبعدين نازلة على من طابة لغاية على الساحل الغربي لخليج العقبة لغاية شرم الشيخ. دي تبقى المحافظة الأولى. طب المحافظة الثانية هتبقى غرب هذه المحافظة، اسمها المحافظة الوسطى. هتبقى من العريش وهتاخد بحيرة البردويل لغاية الحد الغربي لبحيرة البردويل، وبعدين تمشي غربا تتلاقى مع خط الجبال الأوسط اللي موجود في وسط سيناء، اللي المحافظة دي هتستند عليه، وهيمتد لغاية المنطقة العجمة، أو اسمها منطقة العجمة اللي هي في الجنوب، المثلث الجبلي اللي في الجنوب، وتمشي لغاية راس محمد. طب المحافظة الثالثة هتبقى غرب هذه المحافظة الوسطى، وهتبقى من غرب بحيرة البردويل حتى قناة السويس لغاية بورسعيد شمالا، وبعدين الحد الغربي لهذه المحافظة من بورسعيد شمالا يمشي على محور قناة السويس اللي هو مانع، اللي هو خط الدفاع الثالث. يمشي على هذه الخط الدفاع الثالث وياخد الساحل الشرقي لخليج السويس، وينزل يتلاقي مع راس محمد مع المحافظة الوسطى. يبقى أنا عندي كده 3 محافظات، كل محافظة بتستند على خط الدفاعي. المحافظة الأولى بتستند على خط الدفاع الجبال المتناثرة في الشرق، المحافظة الوسطى بتستند على بحيرة البردويل في الشمال والحائط الجبلي في الأوسط، المحافظة الثالثة بتستند على محور قناة السويس. والتنمية تتم في ال3 محافظات بفكر تنمية غير متوازنة، يعني أشوف المناطق اللي واعدة في التنمية ونميها. على سبيل المثال يتعمل في المحافظة الغربية اللي هي على محور قناة السويس يتعمل ازدواج لمحور قناة السويس، هيبقى المنطقة اللوجستية ديت هيتبني عليها تنمية خدمية، وبعدين هيتبني قدامها شوية منطقة وادي التكنولوجيا، وبعدين تقوم الصناعات الداخلية على الموارد الكثيفة اللي احتياطاتها رهيبة داخل سيناء، وبعدين عندك الساحل الشمالي هتقوم عليه الزراعات بامتداد ترع السلام، ولازم تستكمل ترع السلام اللي هو متوقف فيها العمل تماما. يتم زراعات في وسط سيناء وفي الوديان على المياه الجوفية وعلى المياه اللي هتتنقل من الصحارات اللي هي في قناة السويس، اللي هي في تحت قناة السويس. وكمان النقطة المهمة اللي هي غايبة عننا اللي هي برضو البعد الجيوبوليتيكي، ان احنا لابد يكون لنا توافق وتنسيق وتعاون مع جنوب السودان، لأن السودان هي الظهير الأمني أو الظهير اللي بيحافظ على ظهر مصر. السودان الجنوبي مش جنوب السودان، الجنوبي والشمالي الاثنين. يعني السودان ديت هي برضه لا، موضوع السودان سيادة اللواء ده موضوع تاني، ما هو وهنتكلم فيه في حلقة خاصة بيه لوحده، عشان برضه وقتنا النهارده. أنا كان يهمني برضه أركز على سيناء تحديدا وخط الدفاع الأول والثاني والثالث كويس. في نهاية الحلقة. لا هو في نقطة صغيرة بس اتفضل. أنا أحب أضيف أنا هو اتفضل. إن هيقام بناء على هذه الأسبقيات هيتعمل قرى داخل سيناء، وكل قرية تخدم الموارد اللي موجودة فيها. يعني لو القرية ديت موجودة عند أرض زراعية هتبقى قرى زراعية، طب القرى ديت موجودة في السواحل هتبقى قرى للصيادين، طب القرى ديت موجودة عند موارد تعدينية هتبقى قرى صناعية، القرى ديت موجودة عند الموانئ هتبقى قرى خدمات، طب القرى دي موجودة عند مناطق سياحية هتبقى قرى سياحية، طب في قرى في مشترك فيها زراعة وصناعة وسياحة وخدمات تبقى قرى خدمية. وبكده هنفرغ الكثافة السكانية اللي موجودة في مصر اللي هي مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع تقريبا، وبتقتضي بالسكان على محور
الدلتا والوادي فقط لا غير. نفرغ بقى الدلتا والوادي ونخش في مساحة سيناء اللي بتمثل 6% من مساحة مصر، ونشغل الشباب جوه، ومفيش مانع ياخدوا مرتبات وحوافز تكاد تقترب من اللي بيعمل في السعودية. واحنا نعرف دلوقتي اللي الشاب بيروح السعودية بياخد له 1000 ريال و1200 ريال. اضرب في 2 في 3 يا باشا، اضرب في 2 دلوقتي مع السعر الحكومي يبقى 2500. يبقى مفيش مانع لما تدي الشاب 2500 اديله 3000 ويشتغل جوه سينا، هينتج وهيحافظ وهيبقى بيتملك ارض هناك ولا بيتملك بيت هناك او بياخد اسكان وظيفي، وبكده الشاب يبقى عنده انتماء ويتشبث بالارض ويتمسك بالارض ومحدش هيقدر يخرجه منها حتى يكون هناك انتماء من الشباب ويتشبثوا بالارض. اعزائي المشاهدين، بشكر سياده اللواء الدكتور رمضان، شكرا جزيلا. شكرا على تشريفنا. شكرا على تشريفنا في البرنامج وفي الاستوديو، وعلى امل اللقاء مره ثالثه ان شاء الله. ان شاء الله في حلقه قادمه نتحدث فيها عن السودان باستفاضه وعن العمق الاستراتيجي لمصر، السودان والسودان الجنوبي. أعزائي المشاهدين، في نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أشكركم وأشكر ضيفي الكريم سيادة اللواء رمضان النجار. شكرا جزيلا لوجودك ولتشريفك معنا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. أشكركم وأشكر طاقم العمل في برنامج ABC. شكرا جزيلا لكبير المصورين الأستاذ وليد النجار. شكرا جزيلا للأستاذ أنس الوجود مخرج البرنامج. شكرا لجميع العاملين بالقناة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، وأستودعكم الله وإلى اللقاء.